صباح الفل. ازيكم حبايبي؟ نصيحة للأمهات الجداد. ده زبادي. تمام. بيدخل للطفل من عمر 6 شهور، وفي ناس بتدخله سنة، وبيفضل بقى معانا لحد سنة ونص طبعا، وسنتين، ولحد ما الطفل بيكبر. الزبادي الطبيعي اللي هو يعني الزبادي الأبيض اهو، ده أحسن حاجة للأطفال. ممنوع تستخدمي الزبادي اللي بالفراولة او بالنكهات، لان اللي بالنكهات ده يا جماعة على المدى الطويل بيعمل حساسية للاطفال. اما الزبادي ده، وده على فكرة مش كلامي، ده كلام دكاترة اطفال، بيمنعوا ان الطفل في السن 4 شهور او 6 شهور او حتى سنة او سنة ونص ان هم ياكلوا زبادي فيه فراولة والاطعم يعني اللي طالعة جديدة دي. افضل حاجة لمعدة الطفل هي الزبادي الطبيعي اهو، زبادي اهو الابيض، ما فيهوش اي مشكله. اي نوع يعني انت حابه، اي نوع عشان برضو ما يبقاش ده دعايه، اي نوع اي نوع انت حباه ممكن كمان تعمليه في البيت. ده انضف الانواع، امن جدا على معده الطفل، مش هيسبب له مغص او حساسيه. بتدخليه، عايزه تدخليه عند 6 شهور، بتجربيه 3 ايام، معلقه صغيره الاول. لو الطفل ما تحسس منه او ظهر عليه اعراض حساسيه، زي مثلا ان الجلد حاسه فيه حبوب، او مثلا شكل الجلد اتغير للون احمر، او الطفل رجعه او من الحاجات اللي دكاتره الاطفال بتقول عليها، تمام، ما ظهرش اي حاجه ان شاء الله من الاعراض دي، يبقى خلاص اديله منه معلقتين. حلو جدا، بينظم حركة الأمعاء عند الأطفال، وطبعا غذاء مفيد وفيه كالسيوم، هيخلي لو هو في مرحلة التسنين هيظبط معاهم وهينفعهم جدا، وممكن تديهوله في الحر اللي احنا فيه ساقع، فهيظبط كمان معاكي لو هو بيسنن اللثة. بصراحة يعني أنا ما بحبش أجيب الزبادي اللي بالأطعم. تمام. فالزبادي ده حلو جدا، انا بنصح بيه كل الامهات، بالذات الامهات الجديده، علشان بيسمعوا بقى لاراء ماما وحماتهم والكلام من ده. ما تسمعيش كلام حد غير نفسك، انتي المسؤوله عن طفلك، انتي دكتورته وانتي امه. تمام. الزبادي يا جماعه مفيد جدا للاطفال، بس الطبيعي اللي هو الابيض. بلاش نجيب زبادي اطعم، بلاش ندخل حاجات يا جماعه تاذي معده الاطفال. يا رب اكون قدرت افيدكم. دمتم سالمين وبألف خير، ربنا يبارك لنا في ولادنا يا رب، ويرزق كل مشتاق. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كل عام وانتم بخير. سلام.